السلام عليكم. تعالوا بقى النهاردة اما نعمل اكلة حلوة قوي وسهلة وجميلة جدا، طعمها تحفة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وتعالوا نشوف عملنا الطبق الجميل ده ازاي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نشوف عملنا ايه. انا عندي صدور دجاج اي كمية، ده كيلو صدور. انا هقطعه بالشكل ده كده. انا بغسل الصدور بعد ما بقطعها، بغسلها كويس بطحينة ودقيق وملح وليمون. وطبعا الطحينة بتشيل اي زفارة من اي حاجة حلوة جدا. بعد كده هتبل الصدور عندي معلقتين زبادي ومعلقة طحينة، معلقة مستردة وخل وصويا صوص، معلقتين كبار صويا صوص. واحط ربع معلقة كمون وفلفل اسود وبابريكا، واحط ملح وليمونة كبيرة كده هعصرها. عندي توم مفروم هاخد منه معلقة. انا فرمة راس كبيرة كده، انا هاخد معلقة وهسيب باقي الكمية لان انا هحتاجها في الوصفة. بعد كده هنزل بالصدور دي بعد ما غسلتها كويس، وانا بسيبها تتصفى، بحطها في مصفى عشان تنزل كل المية اللي فيها. بعد كده هقلبها في التتبيلة دي كويس كده. هسيبها في التتبيلة شوية واعمل الرز بقى. شوية زيت ومعلقة زبدة او سمنة، بصلة مفرومة، اقلبها كده. هحط بقى معلقتين سكر كبار واقلب كده. واحط بقى التوابل بتاعتي، فلفل اسود وكمون وكركم وكاري وقرفة، واقلب كده وريحة التوابل تطلع كده. انزل بالرز، وده رز مصري عادي، واقلبه كده تقلبتين. الرز ده بيبقى طعمه حلو قوي. هحط بقى معلقة صويا صوص كبيرة كده، واحط الملح واقلبه كده تقلبتين. بعد كده بقى هحط مية سخنة، واظبط مقدار المية واقلبه كده واغطيه واسيبه بقى لحد ما يغلي. اهو اما يغلي بقى اقلبه وهدي عليه النار واسيبه بقى يتردد براحته. ارجع بقى للصدور بتاعتي. طاسة على النار هحط فيها شوية زيت ومكعب زبدة كده، وانزل بالصدور اللي انا متبلاها. الطاسة لازم تكون سخنة عشان الصدور ما تنزلش اي سوائل خالص. افردها بس في الطاسة كده. واما احس ان هي نشفت ابتدي اقلبها كده. وطبعا بغطيها عشان تستوي. هي كده خلاص دخلت في السوا. هفتح حتة في النص كده واحط فيها مكعب زبدة صغير، واحط فيها باقي الثوم اللي انا كنت سايباه من الاول كده. واما ريحته تطلع اقوم مقلباه في قلب الصدور كلها بالشكل ده كده. الصدور دي بيبقى طعمها حلو جدا.
انا حطيت الثوم بعد ما الميه، بعد ما الفراخ استوت خالص. قمت حاطه باقي الثوم، اقلب كده. خلاص هي الصدور عندي استوت. فحمه بقى على النار حطيتها. بعد كده بقى حطيتها كده، وحطيت عليها حته زبده، واقفل عليها كده عشان الصدور تبقى طعمها اكنها مشويه كده. بعد كده بقى رشه بقدونس، وادي عندي الرز استوى خلاص اهو. وكده خلصنا الغدا على طول. اكله حلوه جدا وسهله، وبيبقى طعمها حلو قوي. شايفين طلع معايا الجمال ده، وجنبها بقى شويه طحينه كده، طعمها بجد تحفه. شايفين حلو قوي. الاكله دي طعمها بيبقى حلو قوي، الرز مع الصدور، وكمان الفحمه اللي بتطفى في الصدور دي بتخلي طعم الصدور حلو جدا، وبتديها طعم كده اكنها مشويه. وبجد اكل هايله جدا، ما خدتش اي وقت خالص. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.